عسلامة ومرحبا بكم مستمعي هاشتاج اف ام عبر موجات راديونا. قضية اليوم قضية جزيرة، ناس قاعدين في حيرة مقسومين على شقين، شق قريب باش يتفلق من حقوقه المهضومة والناس المظلومة، والشق الاخر خايفين من التسكير ويقولوا من بعد شنو المصير. اولاد الجزيرة نلقوهم اليوم تعبين، عائلات خايفين يلقاو رواحهم متشردين. لازم هوني يتحكم الضمير وتشوف الدولة حلول سريعة لا تولي فيها برشا وجيعة. اليوم العمل قالوا احنا متضرين وجاو باش يحكيوا ويفرغوا قلوبهم للمستمعين. يقولوا الدولة ظلمتهم والمسؤولين ما همش منصفين، وحتى الإعلام يلعب بالكلام يشيطن فينا وهو مش عالم بالأحوال. عاد يمكن في التقلقيل والتبندير للمسؤولين، هكا يقولوا زعما جماعة البتروفاك ظالمين ولا مظلومين. وقبل ما نحلوا هالدوسي خلينا نسلموا على المستمعين ونزيدوا زادة أحلى تحية للتقنيين كيف العادة كريم على القنصلات وحلمي في المراقبة والتنسيق. توا نسمعكم قصيدة شعرية تعبر على الحركة الاحتجاجية وتعرفنا على مضمون القضية، لكن بعد الفاصل الغنائي الأول اللي باش يكون تحت إمضاء نصيف زيتون. مش عم تزبط معي. حبيتها من الصغرى، حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمر. صورتها على اللوحة وكراستي وكتابي تكبر فرحة وحفرتها على شجرة. حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمر. حبيتها هالنجمة متربعة بدلال مثل الحلمة تلمع في حجر هلال تجلي الظلمة تضوي على الخضرة. حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمرا. تخيلتها في أحلامي تضحك في وجه الليل زاد غرامي نوار قلبي يصير عسل كلامي زهر ثمرة. حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمرا. عاشقة عاشقة وزاد جنوني من غيرتي خبيتها في شفوني. من عشقتي بالله لا تداووني محال يوم نفكر نبرة. حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمرا. يعطيك الصحة أختي الكريمة، مرحبا بيك. رجاء علوش التحقت بينا من البابور لهنا ديريكت. دورة جسمه معناها من البابور ديريكت. مرحبا بيك آية. يعيشك. مرحبا بالفريق التقني كله وكل المستمعين أكيد معناها. شرفني حضورك أول حاجة إنك تكون حاضرة بحذنا. ثانيا أنا كنت تعرفت عليك بالتليفون، دني ليك صديق صلاح بوقدر عفوا نقدم له تحية. رجاء أنت من بين المعتصمين ومن بين أهم المساندين للاعتصامات حول البتروفاك، هكا ولا؟ فما توضيح بعدين مش حول البتروفاك. انا ساعة بديت بالقصيد حبيتها من الصغرى نحكي فيه على علم تونس. مقصودة اختي ايه خاطر ديما الواعظ الوطني اللي حفزني في كل تحرك في حياتي. وقعت شيطنتنا اكيد، لكن انا نحب نفسر حكايه كونه ما احناش معتصمين في البتروفاك. نحن معتصمين ليتا اللي هي الحكومه التونسيه واللي هي شريك 55%، بينما البتروفاك شركه ب 45%. وقع تفعيل وقعت اتفاقيه في 16 فبراير 2015 عام نيويورك في جلسه مع مجموعة من الوزراء ومع وزير الطاقة ووزير التشغيل ومع البتروفاك والاتحاد العام التونسي للشغل والوالي. مفاد الاتفاقية هذه هو أنه بقدرة الله أو برنسيب السنة في ديبي جانفي يا إما يقع دمجنا في الوظيفة العمومية انتدابنا معناها اوتوماتيكمون. قداش عندكم انتم؟ احنا 266. لا قداش عندكم 4 سنوات. 4 سنين. نعم. فما اللي خدم 3 برك معناها التحقوا مؤخر. هو قانونيا هو بالقانون تخدم 3 سنين اوتوماتيكمون يقع انتدابك معناها فهمت. معناك احنا 4 سنين ووضعيتنا ماهيش مقننه، لا فما تغطيه اجتماعيه، لا فما معناتها تو حتى واحد باش يقول انا 4 سنين نخدم. حتى اليوم شكون قالها لي معناها في بالو
في بالو يدافع على مش نحبش نقول خصم معناها. قال لي انتم معاكم حد شايف بتكونكم خدمتوا 4 سنين. قلت له انت حطيت صبعك على الدماله. سامحني، هو ثم يعطيكم دي فيش دو بي ولا حاجات كيما فيش دو بي؟ لا فيش دو بي لا، على خاطر ماكش ريكريتي انت باش تاخذ فيش دو بي. اما فما انا اللي جاوبت بيه معناها انه فما بوانتاج اون بليس معناها فما مش فيش دو بي لا محاله، اما فما طريقه تعامل كيفاش توصلني للسالير. يوصلني عن طريق الولايه. باهي معناها الادله موجوده. بيان سور الادله موجوده، الحجج والبراهين موجوده. اكيد معناها اللي فما برشا حاجات نحب نوضحها، انه برشا ناس تحكي كونه خلينا سامحني يا صديقتي، خلينا رجاء نحكيو على بدايه الازمه. من وقتاش بدات الازمه تتفاعل وتتصاعد مع البتروفاك اللي هو بين ظفرين نحبوا نوضحوا للعباد. بالنسبه لكم انتم المشكله مش مع البتروفاك، المشكله مع الحكومه اللي وعدتكم واخلت بالوعود نتاعها. باهي كيفاش بدات المشكله؟ هي انا بالنسبه لي المشكله من اول نهار دخلنا نخدموا في المنظومه هذه، معناتها من بدايه ارساء المنظومه بشكل غير قانوني وبشكل غير منظم. هي اصلا شوفوا المفارقه معناها منظومه غير منظمه. المشكله تبدا من غادي، على خاطر الحكومه اللي خلقت المنظومه هذه حبت ممكن تظهر كونها باش تحل معناتها نوعا ما من ازمه البطاله، لكن الحل هذاك كان سوري وكان معناها مسرحي ومسرح، على خاطر في اتفاقيه بينه وبين البتروفاك. الحكومه وقت اللي الحكومه تتملص من 266 موظف عمومي في كل معناها مجالات الخدمات في قرقنا، معناها 266 تتملص الحكومه من خلاصهم معناها لمده 3 سنين وعمناول. الحكومه لحلحت بالبتروفاك، يعني جدي بيان لحلحت باش يقع تمديد عام اخر حتى معناها يقع تفعيل الاتفاقيه. من فيفري 2015 واحنا توا 2016 معناها عام كامل ما فعلوا حتى شيء، ما عملوا حتى شيء. هذا يرمي في الكرة لهذا وهذا يرمي في الكرة لهذا، واحنا قعدنا كل بريز بنتسقيهم الزوز. لكن رجاء ما تلاحظش انه توا مش وقته الاحتجاجات هذه والاعتصامات، لانه البلاد في مرحله صعيبه برشا. دونك احنا ما نحبوش ان نصعدوا نوعا ما الشيء هذايا وننظروا برفق للدوله نتاعنا. باهي انا توا باش نحكي لك منطقة ايرونيك نوعا ما يضحك شويه، على خاطر كيف نقول لك انا الاعتصام هذايا في مصلحه البلاد. فما ناس ممكن باش تضحك كيفاش اعتصام في مصلحه البلاد. جدي بيان الاعتصام هذايا في مصلحه البلاد والحل نتاع مشكلتنا في مصلحه البلاد، وعدم وجود حل راهو مش يجر البلاد مشكله كبيره ماهيش تخصنا احنا برك، راهو ماهيش قضيه شخصيه برك. بالنسبه لنا احنا ال 266 هذوما، تخيل انت 266 شهريه على مدى 4 سنين، فما كراوات، فما حوانت تقريبا عندها، فما سيركوي كامل، سيركوي اقتصادي كامل قاعد يدور، سيركوي كامل باش يقف. صدقني راهو باش تقع بيرتورباسيون كبيره برشا في قرقنا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه نو سوم انفلتري في الوظيفه العموميه، ولينا انديسبونسابل حاليا. الوظيفه العموميه واقفه في تونس في قرقنا. ما نجمش نجزم كون الكل مش اكيد معناها، خاطر فما اللي الموظفين اللي عندهم مش برشا معناها، اما فما وظائف عموميه فما مؤسسات في قرقنا اللي في قل نتاع ولاد المنظومه كبير برشا، كيما السبيطار مثلا واقف. انا عندي زميل راجلي يده في الجبيره مكسر واخد كونجي من مالادي، حكموا عليه يمشي يخدم بالصيف خاطر ما عندهمش افكتيف. فماش معناها يعني ما تحلش المنظومه، ما تحلش مشكلتنا، مش تقع مشكله للقرقنه كامله، مش لينا احنا بالذات. إيه ما تشوفش ان هذه نوع من وسيله الضغط على اكيد هي وسيله ضغط، لكن ما هيش وسيله ضغط على البتروفاك، خاطر انا مانيش حاطه البتروفاك اونوتاج كيما يقال، على خاطر الموقع اللي محتاجين فيه، جو دي بيان محتاجين، ما نحبش نقول مسكرين ولا
محتاجين ومعتصمين فيه. هذاك فيه العلم نتاع الليتاب. احنا محتاجين على الليتاب، احنا محتاجين على الحكومه، ما احناش محتاجين على البتروفات. ما عندنا حتى مشكله مع البتروفات، بالعكس انا ما حاجتيش بفلوس من البتروفات. اليوم يا رجاء انا خرجت للسوق هكا نقتني في بعض الاغراض، فثم ناس تحكي قالوا البتروفاك اتسكر. هذه معلومه جاتني اليوم، قالوا البتروفاك اتسكر. وانا لقيت زاده حتى على الانترنت يقولوا تدخل شركه بتروفاك بجزيره قرقنة بدايه من يوم الاثنين. تدخل سامحني شركه بتروفاك بجزيره قرقنة بدايه من يوم الاثنين 22 فبراير 2016 في توقف فني عن العمل سيحال بمقتضاه حوالي 80% من الاعوان عن البطاله الفنيه تبعا لمخالفات اعتصام العاطلين عن العمل المتواصل منذ ما يزيد عن الشهر فيما قل وحقول الشركة حسب الرئيس المدير العام للشركة عماد الدرويش اللي اليوم أحضر يظهر لي في إكسبريس اف ام هكا ولا، واللي حسب ما تقول لي أنت صارت بعض المغالطات، يعني قال شوية مغالطات. خلينا نوضحوها للعموم. رجاء قبل كل شيء حبيت نقول لي انتم اتصلتوا بيا حبيتوا تعبروا وتبلغوا اصواتكم نظرا لانه الفتره الاخرانيه الاعلام غيبكم شويه او حاول انه يشيطنكم بين ظفرين ما عطاكمش حقكم. هذاك علاش الفضاء هذايا مفتوح لكم اليوم باش تعبروا وباش تحاولوا توصلوا صوتكم. هذا ما يعنيش وما ينفيش انه زاده المسؤولين عندهم الحق في الرد، يعني في اي وقت يحبوا يردوا على كلامكم الفضاء هذايا فضاء راديو هاشتاج محلول لهم في اي وقت. تفضل لك الكلمه اختي العزيزه. انا بكل احترام وبكل لطف نحب نرد على سي عماد درويش على ما قال وما اتى به من حديث في اكسبريس اف ام. حسب ما انت قريت وحسب ما سمعت انه يقال او يدعى انه البتروفاك مسكر حسب تصريحه. لا وهذا راهو ولات العباد تداول فيه حسب تصريحه هو شخصيا اليوم قال مستحيل نسكر وقلب عليكم صراحه ما ينجمش يسكر. وانا ديما نقولها على خاطر المشكله هذه تو مده 3 سنين كل ديسمبر تخرج نفس الحكايه. تخرج ما تخرجش من بارتي باش تخرج من سي عماد درويش بالذات معناها هو المسؤول باش تخرج 3 سنين كل ديسمبر يراد التملص من احنا لقائل ان يقول معناها كيف ما يسالونا كيفاش رضيتوا انتم تخدموا في طريقه معناها غير مقننه. احنا حتى واحد ما يرضى يخدم بالشكل اللي خدمنا به احنا، خاطر الخدمه نخدموها دوبل معناها. انا خاصه نحكي مثلا على جماعه السبيطار، انا نرى فيهم معناها يخدموا في اكثر من طاقتهم ومطالبين بساعات عمل اكثر من الاخرين وبراتب اقل من الاخرين وبدون تغطيه اجتماعيه وبدون اي حقوق وبدون اي حاجه تثبت انه قاعد يخدم. كما في برشا مؤسسات اخرى هذايا مالوغوزمون الوضع هذايا موجود ومتفاقم في البلاد التونسيه في البلدان العربيه. انا مش باش نقول ما ينزك على المر كان بامر منه، اما باش نقول اللي بوعد صريح من الولايه ومن المعتمد من سلطه الاشراف معناها بوعد صريح وواضح انك تخدم فتره ثم يقع انتدابك اوتوماتيكمون. هذا قبل حتى الجلسه نتاع 16 فبراير 2015 قبل الاتفاقيه اللي صارت معناها احنا دخلنا من الاول بوعد صريح وواضح بانتدابنا بعد فتره معناها عباره كأنك باش تعمل ستاج. فهمتني؟ اي واحد خاصه واحد يكون مليع كيفي انا عمري 50 سنه يعني اذا كان ما يقعش انتدابي تو فورا ما عادش عندي الحق في الانتداب. يعني 4 سنين انا ما نقولش 22 سنه خاطر 22 سنه مش معطله عن العمل، انا نسمي روحي معطله عن الحياه خاطر بالنسبه لي العمل هو الحياه خاصه في مجالي انا اللي هو المجال الثقافي. انا لا يمكن ان لا اعمل في هذا المجال وبما اني عشت فتره موت دامت 22 سنه لست مستعده لان اموت من جديد.
وسأدافع معناتها عن حقي في النشاط الثقافي بكل ما أوتيت من قوة. هذايا بالنسبة فما ناس بالنسبة لي أنا ما نتنجم تقول متزوجة وهذا ما يقال معرسة وراجلك ينجم يصرف عليك، راهي الحكاية ماهيش حكاية فلوس، نعاودها ونأكدها، راهي الحكاية ماهيش حكاية فلوس، حكاية كرامة، حكاية حق في الحياة. هذه حقك مش مزية، حقي حقكم في اني انكم نعم تترسموا، لا وحقكم انكم اني تترسموا، نترسم، معناها ما كنتش تطلبوا عليهم، هذه حق من اني الحقوق يكون اللي ملحق لازمكم ثقافي تكون. مثلا اني اي انا فما جماعه من المنظومه انا اللي حبيته يجي معايا وللاسف معناها ما نجمش. اي هذه انا حبيت نوضحوا للمستمعين انه زميلك من المفروض يكون حاضر معنا، ولكن الاسباب خارجه عن نطاقه ولا غالب ما جاش يتمكن منها من الحضور لهنا، لكن ما يسالش انت تنوبوا وتعوضوا. المشكله انه مش هو وحده معناها، اما ما نعرفش علاش هو نحسوه اكثر من الكوبلوات الاخرين. هو ومرته الاثنين معناها يخدموا في المنظومه وجايبين صغار، وهذا ما نحكيش زاد على الالتزامات اللي عند العباد، اللي فما اللي واخد حوايج بالكمبيالات، فما اللي كاري واللي قري في صغير. وانا ولدي قاعد في الماستير انا ناخذهم من هنا جوتوش 300 دينار في عمري هذا، مع انا ما يقلقنيش، فما اما ناخذهم من هنا بعثهم لولدي يقرا في الماستير من هنا. فما برشا حكايات، مش نحكي بمنطق انساني اما نحكي بمنطق حق بالفعل، حق مكتسب. يلزمني نكتسبه، مش مكتسب هو معناها انا نحاول باش نكتسبه ان شاء الله بحول الله. يقول لك علاش ما تعتصمش قدام الولايه ولا تعتصمش قدام المعتمديه. يا اخي الولايه ولا المعتمديه ما عندي معها حتى مشكله، ما عندي معها حتى مشكله. انا عندي مشكله مع شريك البتروفات والشريك الرئيسي، انت نسبة الشراكة نتاعو أكبر من النسبة نتاع البتروفات، والاتفاقية بيناتهم الاثنين معناها صارت بإمضائهم الاثنين، أمضاوا الاثنين على الاتفاقية. يبقى أنا نعتبرهم الاثنين مسؤولين، أما أنا نحمل المسؤولية الكبرى للحكومة. يودي عملت لي اتفاقية وصححت فيها فعلها فقط. خلينا نقول زاد معلومة اللي عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية اللي تغادر بلادنا في ظرف 4 سنوات هي أكثر من 400 مؤسسة، يعني 90% منها سجلت بعد الثورة تراجعا كبيرا وتكبدت خسائر فادحة بسبب الاضطرابات المتتالية، وتوقف وحدات الإنتاج فيها، مما أدى بعدد كبير منها إلى تسريح عمالها وغلق أبوابها ومغادرة البلاد في اتجاه دول أخرى على غرار المغرب والجزائر. وهذايا يظهر لي التوجه هذايا خايفين انه تمشي فيه بتروفاب، يعني يلقاو العائلات رواحهم في شوماج وتتزاد البطاله اكثر، ونسبه الدوره الاقتصاديه تمشي في هاويه. هذه الكل هواجس ولات عند القراقنه بصفه خاصه وعند التوانسه الكل بصفه عامه. يقول لك احنا ما احناش ناقصين، فبتزيد البتروفاك تتسكر. اولا منعش هو حل خيالي او رومانسي او منعش افلاطوني مثالي. انا واحده من الناس نحلم بالتامين، نحلم استثمار وطني، نحلم تونس البترول مش بتروفات. منعرفش خاطر الكفاءات اللي قاعده تخدم في الشركات هذه راهي كفاءات تونسيه. صحيح. باش تقولي التجهيزات موجودة على عين المكان، وأون برينسيپ خلصت مش ثالث من ثلاث، خلصت 100%. فهمتني؟ أنا لست أدعو إلى رحيلها، أنا رأيي الشخصي وقناعتي الشخصية من زمان معناها من قبل ما إنه نحب نتأمل في الاستثمار الوطني والاقتصاد الوطني. انا ما نحبش الاقتصاد اللي يرهنك، اللي يرهن البلاد، ما نحبش البلاد تكون رهينه. سكوندو انه البتروفاك تخرج ناس تخيح وناس خايفه ومشكله المشاكل انه البتروفاك تسكر. بريمو هو قال مش مسكر ومستحيل يسكر،
تعرف ما نعرفش ممكن تكون إشاعة اللي هي قاعدة هي تدور هي هي فتنة. لأغراض معينة. لا هي ممكن فتنة، ممكن هي الله فتنة، أعلم. بينا هي يوضح لنا المسؤولين شوف هو هذيا. كل ما يراد، هو كل ما يراد حاليا يا اما بالتواطؤ مع بعضهم يا اما ما نعرفش. المفيد يراد ان نعود الى بيوتنا بعد 4 سنين من العمل. هذا ما يراد لنا. وزيدا كيف يا رجاء ثم البعض يقول ان المشكله مش في الترسيم، في اصحاب الشهادات العليا، يعني يحبوا يخدموا اصحاب الشهادات العليا. ف انا واحده من الناس نعرف اللي هذا ما ثماش منه، معناها حكايه انه اصحاب الشهاده العليا قاعدين يطالبوا بالتشغيل. انا اللي نعرفوا اكثر حاجه طالبوا بها هي الترسيم. هو انه يقع انتدابنا اوتوماتيكمون. انا نخدم، انا ديجا نخدم، احنا ديجا قاعدين نخدموا. فما ناس تقول فما ناس ما تخدم تاخذ في شهريه، مش صحيح. ممكن في البدايه كانت الحكايه العام الاول ما كانش فما مراقبه، لكن من بعد السيد المعتمد عمل معناها غربله ما نجمش نقول لك. وفما حصار مش حصار، انا قلت لك قاعدين يخدموا في اكثر من الخدمه العاديين. البوانتاج معناها عليه عسى وكل شيء كل شيء معناها مراقب، ما فما حتى واحد مش قاعد يخدم. هذه حاجه. ثاني حاجه شنو قاعده تعطي البتروفات للدوله التونسيه؟ وشنو قاعده انه كان نعرف البتروفات تفيد الدوله التونسيه؟ قاعدة تفيد هو شو هي سبونسور مثلا البرشا قطاعات، مثلا كما قطاع السياحة. قطاع السياحة مدعوم مثلا من البتروفاك، وهذه نجم نشير الملاحظة بالنسبة لبرهان بسيس اللي كان طرق لموضوع البتروفاك. والحقيقة بين ظفرين مش ندخل في حاجة ممكن بعيدة شوية عن الموضوع. هو وقت اللي دخل في وحكى على البتروفاك مراني انه جاب يظهر لي عزيز الخروبي صاحب نزل الفاخر عزيز، في حين اني توقعت انه يجيب واحد من العملاء اللي معنيين بالامر، والا واحد من مسؤولي بتروفاك. حتى هو سي عزيز يعتبر روحه معني، على خاطر انا فقط باش نقول ان اصحاب المشاريع الناس البرجوازيه فكروا في اللي باش يصبح غدوه هو ومرته وعنده صغير ما يلقاش كيفاش باش يخرجوا الكراي من الدار ومش يقعد يسكن تحت النخل ولا ما نعرفش. يا هل ترى باش يقبلوا هو في اللوتين نتاعو؟ كانوا معنا انسان معنا قرقني. انا حاجه برك نقولها للقراقنه اللي ماهمش فاهمين الحكايه واللي مغلطينهم، نقول لهم راهي قرقنه ترفعنا الكل. راهو مش يقف اللي في البتروفاك ولا باش نقف انا سي كيف يوجعني وتوجعني روحي زاده، فهمتني. انا بالنسبه لي البتروفاك اول اتفاقيه صحت عليها، اول حاجه معناها صحت عليها كيف دخلت على اساس هي مش تهز هي خيرات البلاد ولا مش اون كونتر بارتي ما تفيد البلاد هذيك. كانت مصحه على 2 مليار سنويا اللي هما اقل من نسبه مرابحها في يوم واحد. خاطر في يوم واحد تربح اكثر من 2 مليار، حتى 2 مليار هكاك هذوما في يوم. يعني يا رجاء تقول انت كيما البتروفاك قاعده مش مقصره، هي لما حاله تمول في برشا قطاعات، لكن في نفس الوقت قاعده تستفيد زاده. تمول في اللي لاباس، هما ديجا هما لاباس معناها حتى بلاش بها يعيشوا. السياحه يا رجاء ما ننساوش انه السياحه قاعده تمول. يا خويا السياحه كانت تمشي من غير من قبل ما تجي البتروفاك. صحيح، لكن قبل يا سي عزيز يا سي عزيز قبل ما تجي البتروفاك كنت عايش لاباس عليك وبكرهبتك تبارك الله، وغيرك ماهوش لاقي حتى باش يشري بسكليت. باهي هذه بريمو. انا ما نخيحش على واحد معناها لاباس عليه وقت اللي غيره مش يصبح غدوه في الشارع. هذه بريمو. سكوندو ما نعرفش انا البتروفاك اون برانسيب متعهده بصيانه البنيه التحتيه ومتعهده 2 مليار في العام تنميه للبلاد، بخلاف 660 اللي تعطي فيهم في الشهريه. 660 الشهريه نتاعهم توصل قرابه 600 مليون ولا 800 مليون لينا احنا. هو يعطي فيه مليار للولايه. يعني يعطي النصيب الاسد كما نقولوا للولايه، ويولي لكم انتم الولايه تاخذ في مليار. الولايه تاخذ في مليار. وقت اللي مثلا اللي شهريته 450 هذه حاجات موثقه يا
باش لا احنا زاده ما لا حاجات نتكلموش على صحيحه، العباد، لا معناها حاجات صحيحه، لا 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 ما نتبلعش حتى وماهيش مغلوطه، اللي باش نوضحوا للعباد اللي شوف تسمع فينا وكهو. على كل شهريه فما 50 دينار تمشي للولاد. معناها انا نخدم والولاد ياخذ 50,000 معناها في مقابل خدمتك. هكاكا كيما نجمو نقولوا شركات المولى ولا كيما الحاجات اي هذيا شوف للاسف هي لو كان موجوده. شوف لو كان جات انا ما يقلقنيش، انا نحب نعاون بلادي، نحب نعاون بلادي، اما ما غير تغطيه اجتماعيه كي تمشي هذيك التغطيه اجتماعيه تكون اجدر. صبا ما يقلقني حتى شيء. اما انك تنهب لي بلادي وتزيد تنهبني انا، هو الحكايه كبيره برشا. باش نكملوا معك يا رجاء، اكيد باش نفسح لك المجال انك تعبر اختي قد ما تحب وتفرغ قلبك، خاصه اللي نحسوا معبي برشا. لكن خلينا نبدلوا الاجواء مع تفاعلات المستمعين. الفنان الكبير شريف علوي وهو مستمع وفي جدا لراديو هاشتاج اف ام يقول لي برافو ايه نتبع فيك مالغري انه صارت له وعكه صحيه، ان شاء الله باللطف عليك وان شاء الله لاباس. قال لي خرجت منها لاباس الحمد لله، بون كوراج. شكرا ليك فناننا القدير، وقال لي هو عنده برشا جديد في الانتظار وبرشا اغاني من تحكي على جربه. احنا بطبيعه ماذا بينا الحصريا تكون الاغاني هذيا هديه منك لراديو هاشتاج اف ام. كذلك اي من شربة القرقنة ديما باقين في الجزيره. كذلك اخونا نزار لجنب يقول البتروفاك ساهمت بعديد الانجازات وهذه حقيقه لكن يعتبر غير كافي. زبير يقول تسكير البتروفاك مضره للقراقنه مهما يكون. هذاك علاش يقول لك فيقوا وخدموا خدموا عقولكم شويه. شنو نجاوب عليه انت يا صديقتي رجاء؟ والله انا نقول له اللي يديه في الماء مش كيف اللي يديه في النار. تمنصت البتروفاك اخيرا من انها معناتها تدفع معناها الرواتب نتاعنا، والحكومه ماهيش حابه تفعل الاتفاقيه باش نرجعوا نخدموا. معناتها اخي الكريم انت تدعوني للعوده الى البيت بعد 4 سنوات من العمل. قل له خلي روحك في بلاصتي. وشكرا بارك الله فيك. فشنو يكون. تحية لكل من يستمع لراديو هاشتاج اف ام. تحية صديقنا احمد القربوري من سيدو بوزيد، امين القاسمي، خونا هادي الاحمر، سهير مخلوف من سوسة، صديقتنا هدى بن علي في الاستماع، الف تحية ليك. هلا شعبان الزياني، سيرين مخلوف، وتحية خاصة جدا رشدي مخلوف وزوجته، صديقنا ايمن الفقي، نوال، اميرة، اشرف العيوني، تحية ليك، هبة مطيبة، سماح بالحافظ، وليد سلمي، وصديقتنا ايمان الحمروني. هذوما الكل في الاستماع نوجه لهم تحية. وخلينا نبدل الاجواء شوية رجاء قبل ما نرجعوا مع ترتيحة موسيقية اخرى. تحبوا انت الانغام التونسية؟ اكيد. وكي غنيها حد هكا وخاصة خليجي، فنان خليجي يجم يعطي هكا رونق للاغنية. خلينا نسمعوا منها حسين الجسمي يا خليلة وهنا رجعي. وهذه كانت يا خليلة بإمضاء حسين الجسمي، ورجعنا لكم مرة أخرى في استوديو راديو هاشتاج اف ام. تحية لصديقتنا مروة البدري، كريمة الشفي، وألفة دحمان في الاستماع. وقبل ما نرجع نحكي مع مدام رجاء خلينا نرحبوا بزميلنا نعمان الطرابلسي اللي جاء اليوم وحب يحضر الميسيون. مرحبا بك يا نعمان. على السلامة ومرحبا بك. والف سلام عليك. عايشك الله يخليك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. توحشت الميكرو. حتى هو توحشك الميكرو، كذلك احنا توحشناك وراديو هاشتاج كامل توحشك. شكرا. باش بك لاباس انت؟ فسروا المستمعين تغيبت الجمعة اللي فاتت في مدينة وحكاية. لاباس المفيد؟ مرت بقليجني، صار عندي بروبليم في الأحبال الصوتية شوية. هكا هو الحمد لله، معناتها الواحد على ما يعطي ربي، وإن شاء الله باش نرجعوا على قريب وباش نخدموا على قريب، وعندنا برشا حاجات جدد وعندنا برشا حكايات من كل مدينة. وكيما حكاية اليوم سلسلة هي حكاية قرقنة اليوم قاعدين تحكيوا عليها. شنو تعرف انت عن قضية البتروفاك يا نعمان؟ بون انا اللي نعرفه اول حاجة انه القراقنة كي بعدوا على البحر وعلى الباتو وعلى المصيد وعلى كذا، ومشاو يخدموا في الشركة نتاع البترول، ساهموا
في تقليص دورهم في هذه المنطقه. اما كي تقولي انت شنيا رجعت لهم بالفايده، ما رجعت لهم حتى فايده. علاش؟ خاطر مازلنا احنا تحت المنظومه نتاع الخدمات، صح ولا لا؟ معناتها تخدم تحت منصه خدمات. القانون قداش يا مدام؟ القانون قداش؟ قانون الاليه 16. مش الاليه 16، هذه منظومه بيئيه. خاطر الاليه 16 حلت مشكلتهم حلت والحظيره تحلت مشكلتهم، بقينا احنا. لكن نورمالمون قدرنا نتحركوا شويه في الشيء هذايا. من رغم توا كنت نحكي في الغرفه التقنيه وانا بنت المدام على سرسينا وكذا كي تمشي تعوم، من رغم انه مع ثم حوت غاديكا معناتها ضربت المنطقه، انك المنطقه اللي هي زون توريستيك، مش العباد اللي ما تعرفهاش. سرسينا منطقه سياحيه بالكدا. من رغم ما نجموش نحكيو على النزول المسكره كيما الكرون باش يحبوا يطيحوها، وكيما معناتها ساعات تلقى في عز السيزون تروندينا. صحيح. من رغم انه راهي قرقنة تنجم تكون قطب سياحي كبير، راهي صحيح. ثم اهمال كبير من وزاره الاشراف. قبل سامحني من نعطيك حق الرد مدام خونا زبير. يقول اختي الدوله هي المسؤوله، اللي تحكي فيه مش منطقي. هو يشير لكلامك، يقول لك اللي تحكي فيه مش منطقي. البتروفاك ليست مهمتها تشغيل اصحاب الشهائر. وانا من هوني من موقعي نزيد نوضح لصديقنا زبير، راهو هي مشكلتهم مش في تشغيل اصحاب الشهائر، لانهم برشا منهم قاعدين ديجا يخدموا، لكن كما يقولوا رضينا بالهم والهم مرضاش بينا. هما بالرغم اصحاب الشهائر العليا راهم قاعدين يخدموا، لكن حقهم في الترسيم ماهوش موجود. هما يطالبوا بحق الترسيم، هكا ولا يا رجال؟ الترسيم فقط معناها اني قنن لي الوضعيه نتاعي. انا نجاوب خويا العزيز المحترم، خويا ولد بلادي ولد تونس، مش كان قرقنا، نقول له يا خويا اللي هو اللي كلمني توا ما شفتش الاسم، زبير. سي زبير. يا سي زبير راني ما نحبش ناخذ شهريه من البتروفاك باش نعاود نوضحها من الاخر. انا نحب يقع انتداب، وهذاك حقي في اني 4 سنين نخدم انتدبني، خليني نخدم معناها كيف الناس. نحب نخدم في الضوء، ما نحبش نخدم في الظلمه. حاجه اخرى محلاه حديثك كيف حكيت على البحر وعلى البحاره. انا نحب نوضح معلومه اللي ما نقولش 90%، بل نقول حتى 60% من المجموعه اللي قاعده تخدم في المنظومه هذه كلهم كانوا عايشين من البحر، رغم انهم اصحاب شهائد عليا، الا انه البحر مات. بون صحيح ماهيش المنشأة هذه وحدها هي اللي هلكت البحر، خاطر فما الكياسه معناها باش نكون نزيهه معناها، فهمت؟ فما برشا عوامل ادت الى موت البحر، اما العامل الاساسي اللي هي المنشأة البتروليه هذه. انا اللي نحب نوضحه هو انه قرقنا راهي كلاسي محميه بيئيه. المحميه البيئيه راهي ما تصيرش فيها منشأة بتروليه. هو ديجا فما تجاوز معناها انه اذا كان نحبوا نحكيو على السياحه، راهي السياحه ما تتضربش كي تسكر البتروفاك، راهي السياحه مضروبه من عده اسباب اخرى. السياحه مضروبه من اولا البيئه ما هيش معناها، فما تلوث كبير وفظيع، فما حالات نتاع انتهاكات كبيره في قرقنا قاعده تقع، فما حكايه اخرى زاد المسالك التهيئه معناها تهيئه المسالك في قرقنا ما هيش ما تساعد على حتى استثمار. انا بالنسبه لسي عماد درويش اللي يدخل في 2 مليارات واكثر معناها في اليوم، علاش انت مصحح على اتفاقيه كونك مش تتلهى بالبنيه التحتيه؟ راهي عملت مسالك جست للاهيه فقط، عملت مسالك للاهيه نتاع زاد حكايه 5 سنين وتتهدم معناها ماشي كل مزفتك مش بعيدة المدى، مش مشاريع بعيدة المدى. انت شركة استثمارية أجنبية تخرج في مليارات على خاطر من أجود أنواع الغاز ومن أجود أنواع الغاز في قرقنا، المرتبة الأولى. إذا كان معناها منطقة كيف ما قرقنا تخرج في ذهب أسود وتخرج في ألماس أسود عندي أنا، علاش الفلوس هذيك يا سيدي؟ ما انا من الاخر انا مانيش راضيه بها الشهريه اللي تجيني من البتروفاك. فما ناس تحكي قال لك
توا قداش انتم تتمعشوا، يودي مانيش نتمعش. يقول لك انت فلوس التنميه قاعد تاخذ فيها انت، ماهيش فلوس التنميه، فلوس التنميه ماهيش قاعده تترصد. احنا الحاجه الوحيده اللي بقات معناتها ملتزمه بها البتروفات هي المنظومه البيئيه، خاطر لا قاعده بنيه تحتيه ولا التزمت بزوز مليارات معناها كل عام تنميه للبلاد، اسافوار وين قاعدين يمشيو، معناها ما هماش قاعدين يهبطوا القرقنه ولا وتحب تكمل تتملص من الحاجه الوحيده اللي معناها. انا واحده من الناس كي يقع انتدابنا 266 واحده من الناس نطالب ب 266 اخرين يدخلوا في مكاننا وتخلصهم البتروفاك، وما هوش شحده وما هيش طلبه وما هوش تمعش، كيف ما قاعد الوتله قاعده معناتها تنتفع معناها. علاش ما ينتفعوش معناها الناس بطاله؟ شنو المشكل؟ سي لطفي يتفاعل معنا ويقول شكون ساهم في السكانير وفي ترميم المدارس وإعانة الجمعيات. قلنا صحيح راهي هي سبونسور والبتروفاك قاعدة تمول في برشا قطاعات. ميساج وسع بالك مدام وخلينا نحاولوا نوضحوا الأمور هذيا. نشوف قاعدين يراو في القشور جسمه انا باش نقول علاش احنا قبل نحكيو على البتروفاك ونحكيو على كذا، نحكيو على حق قرقنا في التنميه، في الطرقات، في التنوير. قرقنا تخرج من مليته ما عادش تلقى ضوء، تخرج من سلسله ما عادش تلقى ضوء. انا لوجلك على كبير، انا لوجلك على كبير، انا نحب قرقنا تولي جنه، نحب قرقنا تولي جنه. انا مانيش قاعده نضرب على البتروفاك، انا ما حشيتش منك تحب انك تخمم في ولادك نهار اخر، ما تخممش في روحك، اعطيك ولادك انهم شنو المستقبل اللي تراهنهم. اكيد انا نحب نبقى فيها قرقنا، ما نحبش نخرج منها قرقنا. علاش انا نخرج من قرقنا؟ علاش ما تكونش قرقنا جنه؟ باهي سي عماد درويش او ما نشخصنش، البتروفاك قاعده تساهم في التنميه. كيفاش تساهم في التنميه؟ راهو القراقنه ما هماش مدين يديهم للطلبه، راهم القراقنه ما هماش جيعانين حتى يشريوا لنا كراتب. رحنا نشريو كراتب لولادنا وحنا. كذلك سمعت اللي ثم سكانير مده 3 سنين التالي. هذيك هي الحكايه، هز يدك من المرق. هذه هي التنميه اللي تلوج عليها انت. كرتابله في اول عام لولدك وسكانير ب 600,000 معناها هذيك هي الحكايه. وقت اللي هو 600 قلت لك راهو يدخل في 2 مليار هيك في اليوم. انا واحده من الناس من هذا المنبر نطالب ب 2 مليار تنميه للبلاد. يودي اعمل لي مسالك، اعمل لي ضوء بثمين ضوئين. قاعد لي شو اسمه الانجراف راه مشات قرقنا راهي مش تتسبخ بكلها، مش تتهلك بكلها. عمل لي شريط ساحلي. ثم مخاطر بيئيه ماهوش شاعرين بها العباد. وسائل النقل هبطت كيرين ما نعرفش من اما بلاد. لكن لو شيء حبست هنا في قرقنا، حبسوا في صفاقس. الاثار هذاك موضوع عاد حدث ولا حرج. معناها الاثار قاعده تنهب. التراب فما مشروع جبد عليه حتى سي عماد درويش اليوم في اكسبريس اف ام. فما مشروع شقق تركيا وما عادش حاسيلو لبنغالو انت كي باش تعمل لا يعملوا فيهم. اما المشكله وين؟ انه قاعدين يهزوا في الديك في التراب نتاع قرقنا، معناتها يزيدوا يساهموا في الانجراف باش يبني بيه. بريمو انت باش تخرب البيئه، وسكوندو باش تطلع لك خدمه زبله على خاطر تراب قرقنا ما يصلحش للبني. ناكد ونعاود ناكد، التراب قرقنا ما يصلحش للبني، بدليل انه لقراقنا كميون التراب من هنا يتاخذ ب 50 دينار. حكايه احنا نشريوه في قرقنا معناها اضرب في 4، نجيبوه من هنا من صفاقس باش ما نبنيوش بتراب قرقنا. بريمو باش ما يهلكوش بلادنا، وسكوندو على خاطر اللي يبني بتراب قرقنا ملح فيه برشا. ديما انت تبيض، انت تدهن، انت تعمل ديما يتقرقش، ديما يصفي ويمرض بالنداء. جزيرة قرقنا يعني يعملوا في مشروع مش يطلع مشروع خايخ من اساسه. اللي بنقالو نتاع البرنامج السياحي اللي طرحته الوزيره السابقه بدا في الصدد نتاعو ولا لا؟ ديجا سجلوا برشا طريقنا على الشيء. قلت لك المقاول اللي قاعد يخدم، لا نعرف المقاول اللي قاعد يخدم في الخدمه هذه قاعد يهز في التراب ما قرقنا. به خونا زبير يقول تحبوا حق مكتسب بدون اختصاص. إذا ما فهمتش اختصاص في شنو؟ مثلا شكون زبير تزيد توضح لنا العملية بالنسبة لك اختصاص في شنو؟
هذاك شوف بالنسبه للترسيم هو راهو حق مكتسب لكل مواطن تونسي عمل 4 سنين، ما نقولوش 3، احنا نقولوا 4 سنوات، كل 5 سنين. نقول 5 سنين يا سيدي. راهو أيوة. هذايا حق مكتسب. راهو حط روحك انت في بلاصه الخدامه هذيا هذوما، معناها بعد 4 سنوات خدمه يجيو يلقاو رواحهم بوعد 4 سنوات بوعد اكيد وصريح. انت شي انسان يوعدكم بعد يطلب يخلف الاختصاص. فاش يطلب الاختصاص؟ ناكد له خويا زبير كونه اللي يخدموا في السبيطار ديزانفيرمي بشهيدهم، وفما اللي وقع انتدابهم معناها هما جراو على رواحهم بطرق اخرى، معناها هو يخدم وياخذ في شهريته على البتروفاك فركس بطريقته معناتها ولقى. فما اللي لوجوا ما لقى، الكلنا قاعدين نلوجوا راهو، حتى واحد منا ما هو راضي بالوضعيه. انا لولا لوجت لكن ما فماش حل. انا معناتها اعطيني انت دبني، لكن انت مؤسسه اعطيتها لازم تعطيك اكيد. معناتها 3 سنين و4 سنين خدمه لازم تعوض لك. لا مش المؤسسه، مش البتروفاك اللي باش تعوض. تقصد الدوله الدوله متعاقده مع المؤسسه هذه اكيد. الدوله شريكه ب 55%. انا محتاجه على الدوله مش محتاجه على البتروفاك. ومبريس هما الاثنين شركه مع بعضهم. انا وقت اللي انت شريك، انت وصاحبك، انت زيد وعمر شركه مع بعضهم. عمر معناها ضرني وانا نحب ناخذ حقي من عند عمر، باش نعمل عليها عقله. زيد باش يقول لي انا شنو ذنبي، حلك مش حل مشكلتك مع عمر. به يقول لك بالعقليه هذه من غير استراتيجيه واضحه ودراسه تتطلب بشويه صبر. يا خي الصبر حدود. يقول لك انا مانيش نقلب، نحب نوضح للعباد انا قدام اشكاليه، قدام ناس قاعده طالبه بحقوقها. راهو هذايا حق مكتسب. صحيح ممكن نختلفوا في انه الوقت ماهوش، ممكن الوضع صعيب شويه ويقول لك باش تقلب علينا برشا حكايات وهيك يولي يعتصم وهيك يولي يقدم الاضرابات نتاعو، فندخلوا في دائره من ممكن الهمجيه. يا زبير يا ولدي انا امك نكلم فيك عمري 50 سنه باهي، ولا مش ظاهر قاعده عليك نخدم يعيشك يعيشك، قاعده نخدم في منظومه بيئيه والحمد لله. فقط باش نقول لك تقول لي شويه صبر. شنو الصبر؟ احنا توا بالنسبه للبتروفاك، البتروفاك هزت يديها ما عادش باش تصب حتى مليم. ديجا هي قالت تحبوش نزيد نمد لكم شهري حتى الماستر فضل، بدليل اني راني ما حاجتيش بيهم الفلوس هذوك. انا حاجتي باش يقع انتدابي في اختصاصي وفي ميداني وفي مؤسسه عطيت فيها من دمي ومن عرقي ومن حياتي 4 سنين. راهم 4 سنين ما هماش شويه. ناس مرتبطه بكروات، ناس عرست سبحان الله وجابت الصغار، غدوه تقول له ارجع شد الدار. باش شنو الحل في نظركم؟ الحل هو الحل موجود، وحتى السيد الوالي بارك الله فيه معناها في التلفزه قال اللي الحلول موجوده. يا سيدي مادام الحلول موجوده فعلها. المشكله راهي ما هيش مشكله البتروفاك وتسكير البتروفاك، خاطرها مشكله مغلوطه من اساسها. مشكلتنا احنا، مشكله على جانب واحد برك جسمون. مش احنا اللي حاطين البتروفاك رهائن، البتروفاك حطتنا احنا رهينه. على خاطر وقت اللي نجيو احنا نضغطوا على الحكومه باش تعطينا حقوقنا، هو يهدد بالتسكير باش احنا نسكتوا. راهو نعاود نوضح للراي العام وللي مش فاهم العمليه كلها، معناها هو ما يقال وما يراد تسريبه هو ان احنا شادين البتروفاك رهينه. ملا نحب نوضح اللي احنا هما الرهينه، على خاطر احنا وين نجيو نطالبوا بحقنا في الانتداب البتروفاك تهدد بالغلق باش احنا ننسحبوا ونرضاو بقدرنا. حقك شرعي ولا مو شرعي؟ حقي شرعي انا معك 100%. عندنا صديق يتصل بينا توا عبر سكايب، ما نعرفش اسكو تسمع فيا اخويا؟ الو خويا في الاستماع انت تو؟ به نحاولوا نشوفوا الاشكاليه منين، تو نحاولوا نعاودوا الاتصال به. ولكن خلينا نقدموا تحيه لصديقنا عماد بن يونس اللي في الاستماع. تحس ان الناس
الناس قاعدين متحاملين عليكم شويه يا والله رجاء. في الاشاعات اللي قاعده تخرج تو، هو قلت لك من تو خاطر 3 برشا سنين سامحني في كل برشا. ديسمبر يبدا يهدد بالغلق، وهو اليوم بعظمه لسانه في اكسبريس اف ام قال لا يمكن ويستحيل انه يغلق الشركه لانه متعاقد عنده كونترا على مدى طويل وما هوش مش يسكر البتروفاك. كلمه مش نسكر هذيك وسيله الضغط علينا احنا، معناتها مش احنا نعملوا في وسيله ضغط، راهو احنا مستغلينها كوسيله ضغط. في الاخر انا باش نغادر لذيق الوقت خاطر عندي باخره يلزمني نلتحق بها. اما كنت باش نقرا قصيده هذا مشكل من المشاكل. كنت باش نقرا قصيده على الوضعيه نتاعنا. بل القصيده فقط يا رجاء. يقول لك خونا توفيق بالله وضح لنا علاش المسؤوليه ترجع كان للدوله. هو ممكن ما تبعناش من الاول، احنا حاولنا نفهموه نعاود نفهم، اما ما يصيرش بيع وجيله. نعاود نفسر لك خويا العزيز. كون المسؤوليه ترجع للدوله على خاطر هي اللي عملت الاتفاقيه من البدايه انه يقع تشغيلنا برواتب تصبها البتروفاك لفتره قصيره الى حين يقع انتدابنا. معناها هذا اللي كان الاتفاق من الاول وبوعد صريح وواضح. اخدموا عندكم حتى مشكله راه باش ندبوكم. القانون يقول بعد 3 سنين يقع الانتداب اوتوماتيكمون. 3 سنين تعداو واحنا في الرابع عام. عملوا الحكومه، معناها الحكومه جودي بيان الحكومه وزراء صحوا في اتفاقيه باش يقع السنه حل مشكلتنا نهائيا في ديبي جانفي. يعني عام كامل ما وقع تفعيل حتى شيء وما خذاو حتى تدابير وحتى شيء. والبتروفاك سيء معناتها ما عادش مش تصب سو كي في دير بتروفاك ما عادش مش تصب شركه والحكومه ما فعلتش الاتفاقيه نتاعها. يعني انا ساعود الى البيت وهذا لا ارضى به. فقط انا نحب نغير الجو خاطرني انا ديجا نحب اهداء لسي شريف علوي اللي اسمه كان ان شاء الله مازال في الاستماع. شويه تغيير. بكري قريت قصيده هو باقي في العاميه، بكري قريت عاميه. نحب نراجع كلمه نحبك رونقها خاطر فقدت قيمتها. فقدت كلمة قيمتها. نحبك وانا نحب نقولها لقراقنا الكل، يقراقنا الكل راني نحبكم وراي قرقنا تهزنا الكل. نقول تتفكرش في جنينة والدنيا ظلمة، قلت لي كلمة تحت الكرمة وجه حمار قلبي طار خطف النجمة وعلقها على قلب الحلمة بالكلمة. وتقابلنا بعد شهر في ليلة على ضوء قمر ونسمع على شط بحر. مرة أخرى عودت الكلمة، سكت وما عدت تكلمت، تنهدت وسحرتني النغمة من كلمة. قلت لي شبيك سكت تتكلم علاش هكا تخليني نخمم، زعما نفرح زعما نندم، جاوبني خليني نحلم. قلت لك نعش. عديت يديك على كتافي حر نفاسك فوق شفافي، عرقت وذبت وذاب احساسي، حبست نفاسي نبعد ولا نقرب، زعما تربثت وغلبتني الحشمة بالطافة، بعدت كتافي بعدت النار على شفافي، هربت وخليتك في الظلمة وحدك تستنى في الكلمة. تتفكرش في جنينة والدنيا ظلمة، قلت لي نحبك تحت الكرمة، منا كلمة ومنا كلمة ومنا كلمة يجاو قلقني. الله 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 الله. هكاك رجعتنا الاجواء قرقنيه حلوه برشا، والكرموس وحاصيله برشا حاجات حلوه برشا في قرقنا. يعطيك الصحه مدام رجاء. قبل فقط كلمه الختام سهى تقول لك شنو الحل في النهايه. خلينا نشوفوا شنو الحل. سهل ويرضي الجميع. الحل انه الحكومه تفعل الاتفاقيه. احنا ما طالبين حتى شيء. انا لا طالبه باش تسكر البتروفاك ولا طالبه شهريه من البتروفاك، وانا مانيش مد يدي للطلبه. راني قرقنيه، راني نعاودها، راني قرقنيه وعندي خشم وعندي كرامه وعندي نظر وجبيني عمري ما نهبطه وخشمي عمري ما نمرغه. ال4 سنين الشهريه اللي ناخذ فيها غصتني في حلقي. راني ال4 سنين الشهريه اللي ناخذ فيهم حاسه روحي نطلب، مع انه حقي مش من البتروفاك. حقي ماهوش من البتروفاك، مع انه حقي اللي كان من المفروض تعطيهولي تونس اللي نحبها، واللي قريت القصيده على العلامه نتاعها في اول لقاء. ونبقى حبي الاول وحبي الكبير هو تونس. اكيد وقرقنا ما هي الا شقفه من تونس.
يعطيك الصحة يا مدام عايش. رجاء، ومحلاه كلامك عايش. ومحلاه القصايد نتاعك. أنستنا لليوم، إن شاء الله تكون وصلت صوتك، وإن شاء الله على الأقل إن شاء الله. شرحت قلبك هكا شوية لينا. ان شاء الله ولا راهو فيها أشكال. يسامحونا لقريقنا الكل، راهو اللي نعملوا فيه صدقوني، راهو صدقوني في مصلحة قرقنا قبل ما هو في مصلحتي انا شخصيا. وانا اذا كان فما ناس تعرفني، فما اكيد برشا ناس تعرفني، عمري ما نتحرك في حكاية مشبوهة. كاين اخرى قبل حتى ما نغادر خاطر الأذان يا نعمان بعجالة، خاطر نحب نقول زاد راهي قرقنا في حاجه الى تنميه، في حاجه الى كياس، في حاجه الى ضوء، في حاجه الى سبيطار بالكدا. احنا اليوم مازالت العقرب تخطر في قرقنا، مازالت المراه تولد مازالت معناتها. اما سامحني يا نعمان، اعطينا قبل احنا ما نعملوا الحاجات هذيا اللي تنجم تعتبر كماليات، اعطينا الاساسيات الساعه، اعطينا ان ما نخربوش المخاطر البيئيه اللي لازمنا نتلهاو بها، ومن بعد يجي هذا الكل. خلينا توا نمشيو نرفعوا اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها، ونرجعوا لكم بعد قليل ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الأذان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. رجعنا مع برنامج نعبر ولا ما نعبرش. حكينا على البتروفاك، هذه القضية الشائكة اللي إن شاء الله يا رب يكون عندها حلول آنية وعاجلة، خاطر ما تزيدش تتفاقم الأمور أكثر من هكاك. بلادنا ماهيش محتملة للحاجات كيما هكاكا. خليونا نشدوا الثنية، خليونا نرجعوا نخدموا على رواحنا. راهو العمل ماذا بيهم اليوم قبل غدوة يرجعوا يخدموا، لكن على الأقل تتسوى الوضعية بتاعهم. وديما نقولوا إنه الفضاء، فضاء راديو هاشتاج اف ام، هو بطبيعة الحال مفتوح للمسؤولين، عندهم حق الرد بطبيعة الحال. رجعنا مرة أخرى ورجعنا لكم مع فوفا ومع ترتيحتها المعروفة. مرحبا بك يا فوفا. اهلا بك ايه، مرحبا بكم في ترتيحة فوفا. في فورما اليوم؟ بيان سور ديما في فورما. وانا على غالب، ونعتذر من المستمعين على رداءة الصوت على خاطر الله غالب قريبي. مين ان شاء الله نكون وفقت في المشوار هذايا. لا سافا صوتك عندك وفاء، عندك شويه هكاك خلطات سحريه للقريب ولا لا؟ بيان سور. هاي من بعد الميسيون ان شاء الله من بعد نباريك ما تخافش. هاي لا اش حضرت لنا اليوم؟ سيدي اليوم ترتيحة فوفا كيما العادة، لي غوسيت نتاعها اللي ما فماش ونصيحها اللي ما توفاش. الله الله. خليني نقول لكم راهي الماكله هي اساس الحياه، واحنا نحبوا التنويع. هذاك علاش انا اليوم اخترت باش تكون الريسيت نتاعنا من البنه تقول لك انا، ومرتبه والديكور زاده تقول لك انا، وفي المنفعه يا عيني زاده تقول لك راني وحدي في الدنيا وما فما كان انا. هذاك علاش اليوم طاجين البي باش نغني لكم اغنيه حلوه برشا. يا سيدي توا تاخذوا الورقه والستيلو وتبداو تقيدوا الريسيت نتاعنا. نحضروا اليوم 500 غرام لحم مفروم، 9 عظمات، 250 غرام ريكوتا، 4 قطع من السبناخ، 4 قطع من المعدنوس، بصله مفرومه، و100 غرام جبن وملح وفلفل لكحل وكركم للتوفير. نبداو نحطوا شويه زيت ونقليو البصله، ومن بعد نزيدوهم اللحم المفروم وتحركوا، وبعد ما تزيدوه شويه ماء تخليه ينشف، ونخليه حتى لين تحس الكولير نتاعو تبدل ولا ما عادش احمر غامق، ونقسموه 3 اجزاء قد. ناخذ الجزء الاول من اللحم ونزيدوه 3 عظمات، ومن بعد نزيدوه السبناخ اللي هو يكون مفروم ومذبل، ونرمي شويه جبن ونفوحوه بشويه ملح فلفل لكحل وكركم. التفويح باش يكون بالعين، خاطر فما شكون ما ياكلش الملح يولي مش لازم يستعملوه. ونخلطوه الكل ونصبوه في الطبق نتاعنا، يكون مدهون بشويه زيت، وماذا بينا الطبق ما يكونش صغير، متوسط، ونحطوه في الفور 10 دقائق. وفي نفس الوقت نحضروا الجزء الثاني من اللحم المفروم ونزيدوه 3 عظمات وريبوتا وزوز مغارف جبن، ونفوحوه ربع مغرفه صغيره كلكم وملح وفلفل لكحل ونخلطوه. ما بين حضر هذيك الكوش الاولى اللي عملناها نخرجوه ونصبوا عليه هذه الكوش الثانيه اللي هي نخرجوه الفور، نخرجوا طبق من الفور ونصبوا فوقه هذاك الخليط اللي حضرناه. ديجا نلقاوه شد روحه شويه. اخيرا نكملوا نحضروا الجزء الثالث، ناخذوا اللحم مفروم ونخلطوه ب3 عظمات ومعه معدنوس وجبن اللي بقالنا، ونفوحوه بشويه كركم وملح وفلفل لكحل
ونخلطوه. نخرج الطبقة متاعنا من الفور ونصبوه فوق هذوكم لي دو كوش اللي حضروا، ونخليوه 10 دقائق وصحة وبشفاء. تعرف سلت لي بالوعابي يا وفاء، خاطر انا من اشد المعجبات، مش معجبات، هو من اشد المحبي الطاجين. وين الطاجين؟ وين باي في الطاجين يا اما ما فوفا؟ قريتش بصل ربعي ولا بصل احمر. لا ربعي ما ثماش توا، قليل الأحمر، قليل باش اي الاحمر قليل باش باش يمنع. ثم البصل الاخر الابيض. على ذكر على فكرة فوائد السبناخ كبيرة برشا، هذا اللي نحبوا نقولوا بالطبيعة ايه. باش ما نحرقوش المراحل حبيت نقدم روسيت نتاع تاخ بالسبناخ والعظام وجبن، على خاطر الروسيت هذه اقتصادية وماهيش مكلفة. ومن بعد باش نحكي على فوائد السبناخ. تعرف انت تحكي لي على الطاجين ونعمين يغزوني يقول لي قيد هيدا قيد انا يا اخي انا اش قلت له؟ قلت له تو تكمل وفاء تعطينا الروسيت وتمشي على روحك. لا لا صبرنا شكون باش ياخذ الروسيت؟ شكون؟ كريم شبوه قال الحكايه. باهي توا التارت هذه اللي باش نعملوها كما قلت لكم راهي اقتصادية وماهيش مكلفة وراهي بالسبناخ. ايوا ناخذوا توا عظمة وزبدة وملح وماء وفارينة، هذوما للبات. نخلط الفارينة مع الملح والزبدة، نسيروها شوية على النار ونخلطهم مع بعضهم لين تولي العجينة طرية وملمومة. ومن بعد نزيدها عظمة ونلمها بشوية ماء دافي ونلفها في بابي ألمنيوم ونخليها ترتاح نصف ساعة. توا نحضروا الخليط بتاعنا، نطيب سكالوب مع شوية بصل مقصوص جويد وملح وفلفل اكحل وكركم وشوية ماء، ونخليه يطيب لين يشرب هذاك الماء ينشف. ومن بعد نصب الخليط نتاعنا في صحفة ونحط عليه شوية سبناخ مقصوص جويد ومعها حكة كريم فريش. هذه كيما نحبوا كريم فريش، النجم ما نعملوهاش. لازم. الله يبارك يا سيدي نعملوها ملا. ما هي للسمنة ضربة. اما السبناخ بعضي تصمتوا لك فوضوا عادة. لا في اخضر. اي اخضر كيما هو في الريسيت هذه ما حناش باش ندبلوه، خاطر ديجا كي باش نحشيوها في الفور باش يطيب مع المكونات هذوكم. وجبن واللي عندك نوعوه ونزيدوا شويه جبن، نقصد اللي عندك يعني اي نوع رابي كاري اللي يجي مش فما مشكل. كويستو جبنا كويستو اللي يجي. برشا. للاشهاد. لا الشهر ما نعرفش، انا جربته معناها شهر من كدا. باهي نزيدوا من بعد العظم. زيادة العظم باش تكون مربوطة بالطبق نتاعنا، إذا كانوا طبق كبير نعملوا حارتين وإذا كان الطبق نتاعنا صغير نعملوا حارة برك. نخلط الخليط مع بعضه. طبق مدور ولا مربع؟ والله حتى مثلث اللي تحب مش مشكل مفيد يطيب. ونخليه يرتاح. توا نرشوا شوية فارينة على الطاولة ونحل العجينة بالقلقال، نعملها مدورة مش لازم قد الطبق، خليه يفوتوا شوية ونحطها على الطبق ونركعها مليح وننقبها بالفرشيطة. ومن بعد نصب هذاك الخليط نتاعنا ومن فوق نرش شوية جبن. كيما تجم زادة هذيك العجينة تنحي منها طرف وتحلو بالقلقال وتحطها من الفوق كاين وخطا وتنقبها بالفرشيطة وتدهنها بأصفر عظمة وتدخلوا للفور وصحة وبشفاء إن شاء الله. يا قلبي قلبي ضعيف لا يحتمل يا رسالتك يا فوفا. واحد بويا العزيز رجعتني للتسعينات. بون انا مش كبير في العمر اما رجعتني البيت السعيد نتاع جميلة باي. لا هذه اقوى هذا البيت الأسعد. اي نحبوا حاجات حلوة عاد. الله يبارك يا سيدي. انتوما زيد تحبوا الشطيح والرقص والاجواء هذيك الكل؟ خزانية. انت شنو تحب يعني على شنو تشطح؟ انا اي طبلة قرقنية تضرب فيه. على القرقني معناها يضربك على المثل الحساس. نتخمم كيف حتى انا كيف نحب الجو والربوخ والمزبد وكل شيء. احنا لما حالة تو ما احناش باش نعديو لكم حاجة قرقنية، اما باش نقولوا لكم الور اون دونس نمشيو للغنى. عسلامة، رجعنا لكم مع هالأغنية الحلوة برشا. ما حبيتش نودعكم قبل ما نحكي لكم على فوائد السبناخ اللي برشا ناس ما يستعملوهاش وما يعرفوهاش. السبناخ اللي نلقاوه حاضر كخط دفاع أول على صحة الإنسان. بالملخص نقول لكم اللي هو يحمي القلب والأوعية الدموية ويقوي جهاز المناعة ويساعد أكله بانتظام على تثبيت ضغط الدم، على خاطر فيه برشا بوتاسيوم ويحافظ على عظام قوية خاصة للناس اللي عندهم هشاشة العظام، ويمنع ظهور الشيخوخة المبكرة وخاصة نختار السرطان. وكي نشريوه لازمنا نختار الأوراق الخضراء الغامقة ومش الصفراء، ولازمنا كي نغسلوه نستعملوا شوية ملح باش تتنحى الغبرة اللي لاصقة فيه وآثار المبيدات الحشرية. وماذا بينا ما نخزنوهاش في الفريجيدير برشا
باش يقعد فريشك وما يفقدش لي فيتامين نتاعو. نجمو نستعملوه مرقة خضرة، لازانيا، سلطة، برودو، يجي كل شيء. حسيلو ان شاء الله ترتيحة فوفا اليوم تكون عجبتكم وتنال اعجاب المستمعين وتكونوا استفدتوا منها. واي اقتراحات ولا تساؤلات كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحة الخاصة براديو #FM، ونتلاقاو ان شاء الله في موعد لاحق وفي أكلة بنينة. يعطيك الصحة يا فوفا، وخاصة الاختيارات نتاعك اختيارات رشيقة وموفقة إن شاء الله. حبيت تضيف حاجة أخرى فوفا؟ والله حبيت نقدم ديديكاس. ثم تفاعلات بالنسبة للفقرة نتاعك ولا حتى من برا؟ أي فما تفاعلات. هذاك علاش تنقل لك هذاك علاش حبيت نقدم تحية لشكري رقيق اللي متواجد في قطر واللي تفاعل معنا في الحصة المرة اللي فاتت، كذلك زوجته عبير وكل أفراد عائلة دار الناجح اللي في تونس العاصمة، كذلك شادلي الناجح اللي يسمع فينا من بوردو، نحب نوجه له تحية والمساج وصلته وتحية ليك. يعطيك الصحة يا فوفا. نعمين عجبتك الفقرة نتاعك يا فوفا؟ أيوة فيها طفلة مجدية ومرتبة. نحب نسألك سؤال مسالش. تفضل. نعمين فقط حبيت يا نعمين فقط حبيت نشير لك اني راهي الميسيون هذيا باش تكون مسجله صوت وصوره بالطبيعه بامضاء صديقنا عمر أزغل. تحيه ليه اللي في كل مره يتحفنا بفيديوهات حلوه برشا. كذلك مونتاج صديقنا خليني عاد نكمل. مونتاج صديقنا مالك يعيش بلمساته يخرجوا حاجه حلوه برشا. يعني انت تو باش تتعدى بعد باش يراوك الفتيات الجميلات والكل في الحالة المزرية اللي انت فيها. خليني لك الخط لك الخط. خليني نسمع السؤال نتاعك. راكي طفلة مجدية تبارك الله. حبيت نسألك سؤال. يا فوفا صفية ولا بإذن الله بعد ما يتعدى الفيديو هذايا انت ما عادش عندك وجود جملة لأنه زوجها باش يشوف الفيديو هذايا. بطبيعة الحال مش كتب حسيلو. لا بيان سور ماشي. غير توحش الميكرو حبيت يحكي شوية يسمع صوته. ترى فيها كيفاش يقال الميكرو وكذلك المستمعين نتاعك توحشوا كيف شنو توعد المستمعين ان شاء الله في نحب نقول كلمة بون كي جو كالكوارجية. على ذكر الكوارجية تحية لصديقنا عماد بن يونس اللاعب السابق اللي قاعد يستمع فينا الآن. تحية ليه. أي تجربة بصويح. لا عماد بن يونس بصويح يضرب ويطيح. باش ترجعوا كالعادة في مدينة وحكاية. أما باش يكون عندنا برشا جديد كيما تعودنا باش ناخذ كل مرة مدينة نحكيو منها من الجانب التاريخي نتاعها. أما الجانب التاريخي نعتبروها قشرة ندخلوا به الأهم اللي هي كيما حكيت ضيفتنا اللي كانت التنمية والطرقات وكذا هيك الحكايات. ندقوا على وزارة الإشراف باش يسمعونا وندغدغوا لهم شوية ذاكرة نتاعها في التاريخ. حاجة أخرى باش يكونوا معايا زميل اللي هو سي محمد جيلاني. تحية ليه زميلنا وامس قدموا ايميسيون رائعة حقيقة مع منير ومع الضيوف. هو نبار برشا معناتها نبار تبارك الله عليه. امس عمل له بريك معناتها باش نعملوا حاجة حلوة باش نخرجوا مدينة وحكي على ما هو مألوف وما هو تقليدي في صورة جديدة. في صورة جديدة. ديجا باش نخليه يطلق العنان في الميكرو مش عارفين فوالا في اطار بعض الضيوف قد يكونوا ضيوف عن طريق الهاتف او الحضور. ثم برشا جديد ما نحبوش نحرقوا الفيلم كما يقولوا. في حاجه اخرى نحب نقدم تحيه لدارنا الكل. نحب نقدم تحيه لك انت اللي تكلمت وسالت عليا. تحية الكريم اللي يقول حتى انا يا خويا قدم لي التحية. كذلك لفريق هاشتاج الكل اللي توحشتم اللي ما يقارب عندي شهر هو شهر من وقتاش الموعد الحصة بتاعك؟ حتى نشوفهم مع الإدارة هم تم رجعوني معناتها أمور إدارية
انا ان يحكوا شاء الله تمرجوا. تنظروا في مازال ما الامر تعرف البيروقراطيه نتاع الاداره التونسيه، هز دوسي واطلع كشير وامشي كذا، مش تطلع برشا إن شاء دوجيت الله ونطلع نهبط تو هنا. ننظروا في امرك يا نعمان، يعطيك الصحه وامتعتنا حلمي اليوم. قداره وما يدرش ما حلمي قداره. تحيه لهم زملائنا الكل، تحيه للكيب تكنيك، الزملاء الكل نقول لهم نحبكم برشا. تحيه لعمر في التصوير، فوفا صغلت هذا ولد صغلت اليوم ولد صغير. نايل صغير. وهكا نكون وصلنا لاخر المشوار. اليوم حكينا على قضيه البتروفاب، وغدوه نخليوها على المولى الستار. رد بالك تخمم ولا تحتار، يصبحها في شين ويمسيها في شين وهو عظيم الشين. الاختلاف لا يفسد من الود قضيه، خذوا العبره واعقدوا النيه، وحاولوا تحطوا اليد في اليد على خاطر تونس ما كيفها حد. حط البيض اكيدك. وتوا نخليكم مع البنادول في راس اللي معاه توفى وجعة الراس. برشا جو تقليد وتفرهيد، ومعاه هاشتاج اف ام مش حتقدر تسكر وطنيك. يا بنت شعبان تقول لكم انت يا مستمع كلمة نحبك وشوية فيك. باي باي.